عسلامة، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. روايتنا اليوم حجر الصبر للكاتب الأفغاني عتيق رحيم، ترجمة صالح الأشمر، وهي الرواية المتحصلة على جائزة كونكور الفرنسية سنة 2008. رواية قصيرة في حجمها لكن عميقة في دلالتها، فهي ليست مجرد حكاية شخصية، بل هي صرخة ضد الظلم والقمع والمعاناة التي تعيشها المرأة في مجتمع ذكوري. فالبطلة تعيش قهرا زوجيا وكبتا وصمتا وخوفا وضغطا اجتماعيا في ظل الحرب، حيث ينعدم الأمن وينتشر الفقر. تضع الرواية القارئ أمام تساؤلات صعبة: هل الكلام يحررنا فعلا أم أنه قد يدمرنا؟ وهل الصمت حماية أم سجن؟ هل الصمت حماية أم سجن؟ إن قوة الرواية في كشف الحالة النفسية وهشاشة الإنسان حين يحرم من حقه في التعبير. اعتمد الكاتب أسلوبا بسيطا عميقا وعاطفيا ليقربك من مشاعر البطلة. تستحق هذه الرواية أن تقرأ وبتأمل أيضا، فهي تفتح بابا للتفكير في عدة قضايا مثل وضع المرأة وتأثير الحروب على الحياة اليومية وعلى نفسية الإنسان. فقراءة ممتعة، ولا تنسوا المشاركة في القناة، وشكرا.